انا طول عمري عارف ان السور كلها بتبدا ببسم الله الرحمن الرحيم. فتحت سوره التوبه ما لقيتش بسم الله الرحمن الرحيم. ايه السبب؟ لانها سوره نزلت كالسيف، نزلت في وقت كانت الامه الاسلاميه داخله على مرحله حاسمه، ما فيهاش مجال للمجامله ولا الرحمه للمنافقين. ربنا بداها بكلمه تقيله جدا: براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. يعني ربنا ورسوله اتبرأوا من كل عهود الكفار اللي نقضوها. طب والمنافقين ليه السورة بتتكلم عنهم كتير قوي بالشكل ده؟ علشان دول أخطر من الكفار نفسهم. كانوا بيعيشوا بين المسلمين، بيصلوا معاهم، لكن قلوبهم مريضة. ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وفي سورة التوبة ربنا وصفهم ووصف أفعالهم. كانوا بيتخلفوا عن الجهاد ويشككوا في القيادة. مش بس كده، بيفرحوا كمان بمصايب المسلمين. ربنا كان مطلع على قلوبهم فأنزل فيهم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وفي قصة مشهورة جدا في السورة دي بتاع الثلاث صحابة اللي اتخلفوا عن الغزوة، صح؟ أيوه، قصة كعب بن مالك واثنين من الصحابة كانوا معاه. ما كذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا له إن هم اتخلفوا عن الجهاد بدون عذر، بس ربنا ابتلاهم بانقطاع تامة من الصحابة. 50 يوم محدش بيكلمهم، لحد ما ربنا أنزل فيهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم. والدرس اللي تتعلمه إنك تعترف بخطأك وتصبر على التوبة، وربنا مش بيخيب حد رجاله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. السورة دي تقيلة جدا، كلها لوم وتوبة وفتح المنافقين، بس فيها كنوز. ربنا سبحانه وتعالى قال عنها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني اللي باع نفسه لله الجنة ثمنها. طب وإيه حكاية ويسألونك ماذا ينفقون؟ كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه الإنفاق اللي ربنا بيحبه؟ فربنا سبحانه وتعالى جاوبهم وقال: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ننفق؟ يعني إيه نوع الإنفاق اللي ربنا بيحبه؟ هل الفلوس، الذهب، طعام، وقت؟ ربنا جاوبهم بإجابة عظيمة جدا. الجواب ما كانش انفقوا مال فقط، ربنا قال: ما أنفقتم من خير. يعني أي حاجة فيها خير، سواء كانت مال، كلمة طيبة، ابتسامة، دعاء، وقت بتبذله في قضاء حاجة إنسان، حتى حبك لله ولأهلك وللناس، لو أنفقته صح وأظهرته فهو في ميزانك. الآية دي بتعلمنا إن الحب نوع من الإنفاق. الآية لما قالت: فإن الله به عليم، دي بتدل على إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على نيتك. وده بيتوافق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. والحديث ده مش بيتكلم عن الفلوس، ده بيتكلم عن الروح، عن المشاعر. والشاهد من آية ما أنفقتم من خير تشمل كل ما يعطي بإخلاص لوجه الله، حتى لو مش فلوس. وإنك تنفق من وقتك لولادك فده خير، وإنك تنفق من صبرك على والديك فده خير، وإنك تنفق من ودك وحبك واهتمامك بجارك فده خير، وإنك تنفق حبك لزوجتك فده برضه خير. الدين مش بس فلوس تطلعها وترتاح، الدين انك توزع الخير اللي فيك على الناس كلها، وتخلي حياتك كلها انفاق لله، حتى وان كان بقلبك. رجع قلبك خطوة تقربك لربنا.